تمام 10 مساء بتوقيت أسمر. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. وإلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية، معكم فيها نور الدين خليفة. أبدأها لكم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. نتائج مشجعة لتعليم الكبار في الإقليم الجنوبي. مساهمة مجتمعية لمكافحة الأمراض غير المعدية. شركة حارات تفتح خطا جديدا في لوغو عنسبة. العراق يكشف عن مقبرة جماعية لأكراد قتلوا في عهد صدام حسين. الرئيس الكوبي يدعو لتعزيز الدفاع والاقتصاد ردا على تهديدات ترامب. والبدء بمشروع سكة حديد بين ماليزيا والصين. وفي نشرة أنباء أخرى متفرقة، إليكم الأنباء بتفصيل. أعلن مكتب التعليم في الإقليم الجنوبي في التقييم الذي أجراه يومي 11 و12 من أبريل في مدينة مندفرة أن أنشطة تعليم الكبار أظهرت نتائج مشجعة في السنوات ال5 الماضية. وأوضح مسؤول متابعة تعليم الكبار في الإقليم الأستاذ بلاي نور حسين في الاجتماع الذي شاركت فيه الإدارات ووزارة التعليم والمجلس والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحادات الوطنية أن 76% من المشاركين في البرنامج أكملوا تعليم الكبار في السنوات من 2014 وحتى 2018. وقال إن عدد الأفراد غير المتعلمين في انخفاض مستمر بالإقليم، مع وجود مواطنين لم يحصلوا على فرص التعليم بسبب حياة الترحال والرعي وأسباب أخرى، ويتوجب تقوية الجهود لحل ذلك، مشيرا إلى فتح 22 مكتبة أهلية للدارسين لمحو الأمية. وبحث الاجتماع سبل الدفع ببرامج محو الأمية ودور المؤسسات الحكومية لفعالية البرنامج وأهمية المكتبات الأهلية والتحديات وحلها. وقال المدير العام لقسم تعليم الكبار والإعلام في وزارة التعليم السيد جبرزقي دمام إن الأمية أساس التخلف والفقر، مؤكدا بأن الحملة التي أطلقتها الحكومة لمحو الأمية تحقق نتائج مرضية. وأوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد إفريم جبر كروستوس أن إدارة الإقليم ستعمل لتعليم المواطنين الذين لم يجدوا فرص التعليم. أعلن الاجتماع الذي عقد في مدينة كرن أن أنشطة التوعية الجارية الصحية تسهم للسيطرة على الأمراض غير المعدية. وأشار الاجتماع الذي شاركت فيه المؤسسات الحكومية والمواطنون والطلاب إلى التأثير البطيء والخطير للأمراض غير المعدية، وأن التأخير في التوجه للاستشفاء يصعب العلاج. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة الدكتور كسة برهان سولومون أن المهام التي تقوم بها وزارة الصحة في الأمراض عامة والأمراض المعدية خاصة حققت إنجازات كبيرة، ويتطلب من المجتمع رفع وعيه بالأمراض غير المعدية التي أصبحت مقلقة على المستوى العالمي. وذكر مسؤول متابعة الأمراض غير المعدية في المكتب السيد ميكيل تخلاي عن ارتفاع مضاعف لأعداد المصابين بالأمراض غير المعدية في إقليم عنسبة، مشيرا إلى الارتفاع المضطرد للمصابين بالأزمة في السنوات ال8 الماضية بالإقليم. ويشير المهنيون الصحيون بأن التدخين والتمباك والمشروبات الكحولية والسمنة والمأكولات الدسمة وعدم القيام بالنشاط الرياضي من أسباب الأمراض غير المعدية. وتعتبر أمراض السرطان والسكري وضغط الدم وأمراض القلب والشرايين وأمراض الشعب الهوائية من الأمراض الرئيسية غير المعدية. بدأت شركة حارات للمواصلات العامة بتقديم خدمات المواصلات من أسمرة إلى قريتي عدور حسب وطلالة بمديرية لوغو عنسبة. وسيقدم الخط الجديد الذي افتتح يوم 12 من أبريل الخدمات بأسعار مناسبة لقريتي عدور حسب وطلالة والقرى الأخرى الواقعة في الطريق. وأوضح السكان أن عدم وجود طريق سالك صعب من خدمات المواصلات، وقد قاموا بإصلاح الطريق وسيعملون لضمان استمراريته. وكانت شركة حارات للمواصلات قد فتحت العديد من الخطوط لضواحي وقرى مديرية لوغو عنسبة،
هذا وتبعد صلالة مسافة حوالي 37 كيلومترا إلى الغرب من أسمرة. تم العثور على آثار تشمل مساكن وفخاريات وصور في الصخور في قرية عدسواقي بضاحية قنافنا في مديرية ماي عيني. وأفاد مراسل وكالة إيرنا أن الآثار التي عثر عليها السكان في مناطق مرغنيا وعد شفن وبعتي مسلو بقرية عدسواقي أجرى عليها خبراء الآثار في الإقليم الجنوبي الدراسات الأولية يوم 9 من أبريل. وأوضح السكان بأن المنطقة يعثر عليها الأدوات الفخارية وبقايا رأس وفك بالإضافة إلى أجزاء بشرية أخرى، موضحين بأن الصور الموجودة على الصخور تتعرض للتلف من رعاة الحيوانات ويتوجب الاهتمام بها سريعا. وأوضح الشاب تمسجن حاجوس من فريق خبراء الآثار عن توجههم إلى المنطقة ولقائهم السكان بعد إبلاغهم بوجود الآثار، وأجروا استطلاعا قصيرا ويتوجب إجراء دراسات معمقة. وأشاد بمبادرات السكان للحفاظ على الآثار داعيا رعاة الماشية لإدراك أهمية الآثار والحفاظ عليها. أعلنت جمعية تدريب قيادة السيارات في الإقليم الأوسط وضعها برنامجا بالتعاون مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية لتدريب 162 من أبناء الشهداء المختارين من قبل الإدارة لقيادة السيارات. وأوضح المدير العام لقسم الضمان الاجتماعي في الوزارة السيد محرة أب في السهية في اللقاء الذي جرى مع المتدربين أن المواطنين يقومون بمساعدة أسر الشهداء حسب الاستطاعة إلى جانب الإعالة التي تقوم بها الحكومة، وأشاد بمبادرة جمعية تدريب قيادة السيارات. وذكر ممثل الجمعية السيد تخل برهان هايلة أن مساعدة أسر الشهداء عمل أخلاقي وطني، وأن الجمعية ومواصلة للدعم المالي الذي ظلت تقدمه في مختلف الأوقات بادرت لتدريب أبناء الشهداء لقيادة السيارات، وأن التدريب سيبدأ في 17 من أبريل. وشكر المتدربين بالدعم الحكومي والشعبي معربين عن سعادتهم لمبادرة جمعية تدريب قيادة السيارات في الإقليم الأوسط لإكسابهم مهنة. وتضم جمعية تدريب قيادة السيارات في الإقليم الأوسط حوالي 82 مدرسة. عقد سيمينار في عد خوالة حول رعاية المعاقين ذهنيا. وأوضح طبيب الأمراض العقلية في مستشفى عد خوالة السيد يعقوب هايلة تحديات رعاية المعاقين ذهنيا وحلها بطريقة علمية، مشيرا إلى أن الرعاة من الأبناء والأقارب عليهم التحلي بالصبر لأن التغيير الذي يطرأ على المصابين بطيء نسبيا. من جانبه أوضح مسؤول وزارة الصحة في المديرية السيد سيراك دباس أن على المشاركين في السمينار تطبيق المعرفة المكتسبة ونقلها إلى الآخرين، مؤكدا على استعداد مستشفى عد خوالة لمساعدة المعاقين ذهنيا. توفي في 14 من أبريل مدير بنك إريتريا سابقا المناضل تكي بيانه عن عمر 78 عاما جراء مرض ألم به، حيث التحق المناضل تكي بيانه في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا عام 1980 وخدم من عام 1980 وحتى عام 1983 في جهاز الإعلام من عضو عادي وحتى مسؤول قسم، ومن عام 1983 وحتى عام 1992 في جمعية الإغاثة الإريترية كمسؤول للبحوث والدراسات، وصولا إلى منصب سكرتير ورئيس للجمعية. وبعد الاستقلال من عام 1992 وحتى 1994 عمل مديرا لمركز الاستثمار الإريتري، ومن عام 1995 وحتى 2003 مديرا لبنك إريتريا. والفقيد المناضل تكي بياني رب أسرة وأب ل5 أبناء، وسيورى جثمانه الثرى بمقبرة الشهداء بأسمرة عصر يوم غد الاثنين 15 من أبريل عام 2019. ويعرب بنك إريتريا عن بالغ حزنه لوفاة المناضل تكي بياني ويقدم تعازيه لأسرته ورفاقه. بهذا أعزائي المشاهدين كانت تلك أخبارنا الداخلية، فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا.
مرحبا بكم. قال الرئيس العراقي برهم صالح إن على بلاده ألا تنسى أبدا الجرائم التي ارتكبها الرئيس الراحل صدام حسين أو السماح لحزب البعث بالعودة. وجاءت تصريحات صالح بعد أن حضر عملية كشف مقبرة جماعية لأكراد قتلوا في عهد صدام حسين قبل نحو 30 عاما. وقال مكتب الرئيس العراقي إن المقبرة التي عثر عليها مؤخرا في منطقة صحراوية تبعد نحو 170 كيلومترا إلى الغرب من المدينة السماوة تضم رفات عشرات الأكراد الذين أبادتهم قوات صدام. وهؤلاء الضحايا من بين زهاء 180 ألفا يعتقد أنهم قتلوا خلال حملة الأنفال التي استهدفت أكراد العراق في نهايات الثمانينات، وشملت استخدام الغاز الكيماوي وشهدت محو قرى بأكملها وتشريد الآلاف من الأكراد. اتهم الرئيس الكوبي ميغويل دياز كانيل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتسبب في وصول العلاقات بين البلدين إلى أسوأ مستوياتها في عقود، ودعا الكوبيين إلى تعزيز الدفاع والاقتصاد. وقال دياز كانيل في خطاب في ختام دور انعقاد البرلمان إن الولايات المتحدة تنفذ حملة اضطهاد مالي خانق تجعل استيراد السلع والموارد الأساسية صعبا للغاية. وتسبب الركود الذي يعاني منه الاقتصاد الكوبي في السنوات القليلة الماضية إلى جانب تفجر الوضع في الحليفة فنزويلا في خفض الكيانات الحكومية، استخدام الوقود والطاقة ونقص السلع الأساسية. وزاد تعزيز واشنطن عقوباتها في عهد ترامب من صعوبة حصول كوبا التي تعاني ضائقة مالية على قروض من المؤسسات الدولية. وتقول إدارة ترامب إن كوبا مسؤولة عن بقاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في السلطة، وفرضت عقوبات جديدة على كوبا، مما قضى على تحسن العلاقات بين واشنطن وهافانا الذي حدث في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. بعد تخفيض سعر تكلفته بمقدار الثلث، ماليزيا تبدأ مشروع سكة حديد الساحل الشرقي بتمويل صيني يصل إلى 10.7 بليون دولار. المشروع محوري لمبادرة السير والطريق الصينية لأنه يتجاوز مضائق ملقا التي ترى الصين أن الولايات المتحدة تسيطر عليها. وأعلنت ماليزيا في 12 من أبريل عام 2019 عن توقيع اتفاقية جديدة للمضي في مشروع سكة حديد الساحل الشرقي الماليزية بعد أشهر من التصريحات المتضاربة من حكومة مهاتير محمد حول مستقبل المشروع. ويعد خط سكك حديد الساحل الشرقي أحدث المشروعات العملاقة التي تتعرض للتدقيق في إطار مساعي ماليزيا المضنية لمواجهة ديون البلاد التي وصلت إلى 300 مليار دولار خلفتها الحكومة السابقة. أجرت أكبر طائرة في العالم أول رحلة لها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فيما تراهن الشركة التي تولت الصنع أن تعزز موقعها في سوق المركبات الجوية الخاصة. وحلقت الطائرة التي صنعتها شركة ستارتو لاونش سيستمز في صحراء موهافي جنوب الولايات المتحدة. وتعتبر الطائرة التي أطلق عليها اسم روك الأكبر على الإطلاق لأن طولها يضاهي طول ملعب لكرة القدم في الولايات المتحدة. وتم تزويد المركبة ب6 محركات. وبعد تمكنها من الإقلاع بشكل ناجح، استطاعت الطائرة البقاء في الجو لمدة تزيد عن ساعتين، ثم هبطت في قاعدة موهافي الجوية وسط تصفيق واحتفال من مئات الأشخاص. وتم تصميم الطائرة حتى تكون قادرة على إنزال صواريخ وعربات فضائية يصل وزنها إلى 226 طنا وعلى ارتفاع 10 كيلومترات. وتقول الشركة المصنعة إن حجزها سيكون سهلا للغاية. إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي نشرتنا الإخبارية لهذا المساء من الفضائية الإريترية. تحية لكم وإلى اللقاء بحول الله.